هو المبرمج اللي الاي اي بيكتب له الكود نقدر نقول عليه مبرمج فعلا ولا لا؟ خليني اقول لك الحقيقه اللي محدش بيقولها. في 2026 انت كمبرمج لو مش بتستخدم الاي اي زي شات جي بي تي او جيميناي او بوليت او كارزر او تري، انت فعلا متاخر. بس المشكله الاكبر ان في ناس كتير بقت تعتمد على الاي اي زياده عن اللزوم. لو كل شغلك كوبي بيست واول باج يظهر معاك تروح على طول على الاي اي، انت كده مش بتتطور، انت بتتسند. واول ما الاي اي يديك حل ويطلع الحل ده في باج تانية، هتكتشف انك مش فاهم الايرور او مش فاهم الكود. لازم تكون فاهم ان الاي اي اداه قويه جدا، المفروض تساعدك انك تفكر اسرع وتحل مشاكل اسرع، مش هي اللي تفكر بدالك. لازم عقلك يكون شغال، ولازم اول ما يقابلك باج في المشروع تبدا تقراه الاول وتفهم الباج ده جاي منين، لان ممكن انت تكون شايف المشكله قدامك كبيره، بس صدقني احيانا لو رحت للاي اي هيكبرها لك اكتر مش هيحلها لك. لو انت فكرت فيها من الاول كنت ممكن تحلها بطريقه اسهل بكتير. لازم تفكر في انك ازاي تستخدم الاي اي، مش مجرد ان اي مشكله تجيلك تروح له على طول. خليه الاول يشرح لك المشكله دي جايه منين اصلا، وتبدا انت تحاول تحلها لوحدك، وخليه ان هو يفتح افكارك اكتر. خلي بالك ان المبرمج الحقيقي مش اللي بيعرف يطلب بالاي اي، المبرمج الحقيقي اللي لو الاي اي اختفى هيقدر ان هو يكمل من غيره. وده مش هيحصل لو انت معتمد عليه 100% في كل حاجه في شغلك، بس في نفس الوقت هو بيوفر عليك وقت كتير. اعرف ازاي تستخدمه صح، اتعلم ان انت تفكر الاول، بعد كده خلي الاي اي يسرع لك شغلك مش هو اللي يكتب لك الكود. قول لي في الكومنت انت بتستخدم الاي اي كاداه تساعدك فعلا ولا اعتمادك عليها 100%. وخلي بالك برضو ان انت لو ما بتستخدموش فانت هتكون متاخر جدا، لان عندك مجال زي الفرونت اند في ناس كتير تقدر تشتغل فيه بالاي اي، بس في نفس الوقت ما تقدرش تعتمد عليه لو انت مش فاهم الفرونت اند واساسيات. لازم تكون فاهم ان انت علشان تتقن ازاي تتعامل مع الاي اي لازم تكون فاهم اصلا الاستراكشر بتاعك كويس جدا. ولازم تعرف حاجه مهمه جدا، لو انت مبرمج وما بتشتغلش بالاي اي فانت هتكون متاخر. يعني عندك موقع زي بوليت في ناس كتير بتستخدمه في الفرونت اند، بيخلوه يعمل لهم الموقع كامل، وبيعملوه لك كمان بنكست جي اس. بس لو انت ما تعرفش نكست او ما تعرفش رياكت ازاي بتتعامل معاهم، انت مش هتعرف تشتغل على الموقع دوت. ولو ما بتعرفش ازاي تتعامل مع الاي اي اصلا مش هتعرف تاخد منه النتيجه. معاكم احمد سمير، فول ستاك ديفلوبر وانستراكتور فرونت اند. لو عجبك الفيديو لايك وفولو. سلام.